السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم القناة الرياضية الخاصة بكم، التي سوف تكون معكم إن شاء الله تقريبا يوميا حسب المستطاع. إن شاء الله نكون عائلة واحدة. موضوعنا اليوم خاص بريان شرقي والجدل الخاص به وبالتحاقه للمنتخب الوطني أو التحاقه بالمنتخب الفرنسي خاصة بعد مغادرته ناديه ليون، أو ربما مغادرته فرنسا يعني كاملة، حيث أن اللاعب ومعروف اللاعبين الجزائريين خاصة تكون عليهم ضغوط في ناديهم وفي فرنسا بصفة عامة بعد الالتحاق بالمنتخب الجزائري أو بعد اختيارهم المنتخب الجزائري، يحالون مباشرة على الدكة، وهذا ما كان متخوف منه كثيرا ريان شرقي. لكن لا نربط الأمر بهذا السبب فقط، بل نربط الأمر بأشياء أخرى خاصة بمحيط اللاعب وتصريحاته الأخيرة التي سوف يعني عملنا هذا الفيديو خاص به، يعني بعد التصريحات التي كانت صادرة منه البارحة، وهي متداولة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الرياضية وحتى في القنوات الرياضية. ريان شرقي بصريح العبارة قالها، وهو في حالة نفسية متدهورة. قال أنه إذا في حالة لم يستدعى في قائمة المنتخب الفرنسي ولم يقم ديدي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي باستدعائه هذه المرة، سوف مباشرة يبعث بأوراقه للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ويكون لاعبا في الخضر ولاعبا مع المنتخب الوطني. الكثير يربط هذه أو الكثير يعلق على هذا القول أنه يعني سوف نكون في المرتبة الثانية بعد المنتخب الفرنسي. نحن نقول دائما وننظر من الجانب الرياضي. اللاعب تكون ونشأ ولعب في فرنسا، ويعني لعب في فئات كثيرة في المنتخب الفرنسي. صحيح أن لدينا لاعبين لعبوا في الفئات المنتخب الفرنسي، ولكن اختاروا على الصغر، اختار المنتخب الجزائري. لكن هنالك لاعبين ونعرفهم ويعرفون ذلك حتى هم، أنهم اختاروا المنتخب الجزائري يعني كخيار ثاني بعد يعني فقدهم الأمل من استدعائهم للمنتخب الفرنسي. وريان شرقي نضعه في هذه الخانة الخاصة باللاعبين الذين يضعون المنتخب الجزائري في المرتبة الثانية. لكن إذا كان يعني قدومه للجزائر عفوا، لا نكذب على أنفسنا، سوف يكون إضافة كبيرة جدا للمنتخب الجزائري وللمنتخب. اللاعب موهوب يعني من المستوى العالي، ومكانه في الأندية الكبيرة ليفربول، ريال مدريد، برشلونة، يعني مكانه في المستوى العالي جدا، ويختار المنتخب الجزائري. هذا أمر رائع جدا، وخذوها مني ومن يعني من متابعين للاعبين المحترفين في فرنسا. اللاعب يراها من الجانب الاحتراف فقط، لا من الجانب المهني، بعبارة أخرى لا يراها أبدا من الجانب يعني من الجانب العاطفة مع الجزائر 100%. ولاحظنا اللاعب عندما يلعب المنتخب الوطني ينشر ستوريات وفيديوهات وهو يتابع اللقاءات، وبعد اللقاءات يقوم بتهنئة زملائه في المنتخب الوطني. ولاحظنا يعني هذه الأمور بشكل كبير جدا، الكل لاحظها، يعني لا أحد يزايد على أحد. لكن من الجانب المهني ومن الجانب الرياضي الكروي الاحترافي، هو يعني ينظر أنه إذا لعب مع المنتخب الفرنسي سوف يكون يعني ولا نكذب على أنفسنا، نحن نرى أن المنتخب الجزائري كخيار قلب، يعني نحن جزائريين ونحب المنتخب الوطني، بطبيعة الحال نرى أن يجب أن يختار المنتخب الجزائري. لكن بالمنظور الرياضي، إذا كان في فرنسا ومعروفة عالميا والعنصرية وحتى لاعبا، المنتخب الفرنسي إذا كان يلعب وظهر بشكل كبير جدا في المنتخب الفرنسي، سوف يكون له شأن كبير في أوروبا بصفة عامة وفي الأندية الأوروبية. والخير دليل على ذلك يامال. اللاعب يامال لو اختار المنتخب المغربي، هل كان سوف يكون بهذه الصورة التي هو ينظر إليها العالم بنفس الصورة لو كان مع المنتخب المغربي؟
حتى وأن المنتخب المغربي الآن يظهر بصورة، لكنه يلعب في إفريقيا. لا نكذب على أنفسنا ونقول كما يقولون هم رابع العالم، والمنتخب المغربي يلعب في إفريقيا. لا نكذب على أنفسنا. المنتخب الفرنسي يلعب في أوروبا، كأس القارات، يعني الدوري الأوروبي. يعني المنتخب الفرنسي لا نكذب على أنفسنا هو الأقرب وهو الأكثر يعني نجمه يلمع بشكل كبير لو كان في المنتخب الفرنسي. لكن الأقرب وهو بعقلية ديشامب الأقرب أن لا يستدعيه هذه المرة في جوان. لماذا؟ لأننا رأينا المرة الماضية حتى وأن اللاعب الذي يلعب في مكانه لم يكن حاضرا، لكنه لم يختار رايان شرقي رغم كفاءته، وهذا راجع لعنصرية ديشامب، يعني التي يعرفها العام والخاص، يعرف عنصرية المدرب الفرنسي. وبهذا سوف يكون اختيار المنتخب الجزائري تقريبا نقول 90% اللاعب يكون في الجزائر إن شاء الله. نتمنى فقط أن تكون الإجراءات الإدارية لتغيير جنسيته الرياضية، خاصة وأنه لعب مع الفئات الشبانية وحتى تحت 20 سنة مع المنتخب الفرنسي فقط. المرة الماضية كان مع المنتخب الفرنسي الثاني أو الأولمبي عفوا كان معهم. لذا أتمنى الإجراءات تغيير جنسيته الرياضية تكون بسرعة، ولما لا يكون معنا في المباريات القادمة في جوان. نتمنى ذلك، أو حتى يعني لم تكن في جوان إذا في سبتمبر إن شاء الله بقية مباريات التصفيات مؤهلة لكأس العالم. أتمنى أن يخوض مع الجزائر على الأقل 4 مباريات أو 3 مباريات حتى يشارك في تأهيل الجزائر للكأس العالم. ويشارك في كأس العالم لا نقول أنه أتى متأخرا واللاعبين هم من أهدوا التأهل ثم يأتي هو يلعب مكانهم. نعرف بعضنا كيف نقول عن هذه الأمور وكيف نحلل هذه الأمور، خاصة في الأعداء المنتخب الوطني الذين يريدون تحطيم فقط المنتخب الوطني ولا يريدون شيء غير ذلك. نتمنى أن يكون اللاعب معنا في شهر جوان، وإن لم يكن في شهر فيكون إن شاء الله في شهر سبتمبر. المهم يكون مع الجزائر لأنه إضافة كبيرة 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 للجزائر وللمنتخب الجزائري بصفة خاصة، وسوف يمتعنا إن شاء الله، خاصة مع الفئة الشبانية التي هي الآن في المنتخب، يعني تركيبة رائعة جدا ورهيبة في المنتخب الوطني الآن، بالإضافة إلى رايان شرقي. ولماذا أكليوش يكون أيضا مع المنتخب الوطني؟ لما لا تكونوا على يقين إذا أتى رايان شرقي سوف يكون معه رايان أكليوش على المباشر. إخواني لا تنسوا الانضمام للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.